حالات كتير بتيجي العيادة عاملة أشعة على ناحية واحدة من الثدي والناحية التانية لأ، أو عملت على الناحية اللي فيها المشكلة والناحية التانية ما احتاجتش تعمل عليها الأشعة. الكلام ده صح ولا غلط؟ معاكم دكتورة سارة زيتون، استشاري جراحات أورام الثدي التجميلية. الحقيقة إن إحنا عشان نعمل أي أشعة على عضو يكون في ناحيتين أو في اتنين من العضو ده، لازم الأشعة تتعمل على الناحيتين عشان العضوين يتقارنوا ببعض. يعني عشان اعرف ايه الطبيعي بتاع الحالة، وبالتالي اعرف ايه المشكلة اللي في الناحية التانية واقدر اقارن بينهم. يعني في الثدي لازم يبقى في مقارنه بين الكثافه بتاعت نسيج الثدي في الناحيتين، عشان اقدر اقول ان الناحيه اللي فيها شكوى دي الكثافه بتاعتها عاليه ولا لا. طب عاليه مقارنه بايه؟ بمقارنه بطبيعه المريضه، بمقارنه بالناحيه اللي ما فيهاش شكوى. فبالتالي هبتدي احدد ان في فرق في الناحيتين، فالناحيه اللي هي بتشتكي منها فيها حاجه عضويه او حاجه مرضيه. زائد ان ممكن كمان يبقى في مشكله في الثدي السليم اللي ما فيهوش شكوى ومش محسوسه بالايد او مش عامله عرض عند المريضه، فبالتالي هي ما بتشتكيش منه، ونكتشف المشكله دي صدفه. ممكن يبقى في كتله في الثدي مش محسوسه، صغيره اصغر من 2 سم، وتكتشف صدفه بالاشعه. ممكن يبقى في زوايد لحميه في القنوات اللبنيه، ممكن يبقى في مشكله في القنوات اللبنيه، ممكن يبقى في مشكله في الغدد الليمفاويه اللي تحت الابط، ممكن يبقى في حاجه اسمها تكلسات تبان في الاشعه لكن دي عمرها ما هتعمل اي كتله او هتعمل اي عرض العيانه تشتكي منه. فبالتالي مفيش حاجه اسمها ان انا عندي مشكله في الثدي اليمين اروح اعمل اشعه على الثدي اليمين. لازم الاشعه تبقى على الناحيتين عشان يتقارنوا ببعض، وعشان نقدر نشوف لو في اي مشكله مش ظاهره بالفحص او بالشكوى تبقى باينه في الاشعه. يعني عشان اقول احنا تمام واحنا براءه واحنا مفيش اي مشاكل خالص، لازم يبقى عندي اشعه على حسب السن بتاعنا، سونار او ماموجرام على حسب كل مريض كل مريضه، وكمان يبقوا على الناحيتين، واللي يبص عليهم دكتور متخصص، يعني اللي يقول رأيه فيهم دكتور متخصص، عشان نقدر نوصل للاطمئنان الامثل للحالة اللي قدامنا. يا رب تكون افدتكم، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان تشوفوا فيديوهات تانية اكتر عن اورام الثدي.